تفتكر ليه لما بيحصل لك موقف معين مش بتعرف ترد عليه الرد المثالي وقتها، لكن لما بتقعد مع نفسك بعدها وبتفكر كل الردود المثالية بتيجي على بالك؟ لأن أثبتت الدراسات إن كل الأفكار الحلوة بتيجي للبني آدم وهو قاعد مسترخي وبيفكر وبيتخيل. وانت عمرك ما هتكون مسترخي وانت في وقت الموقف وحد بيكلمك وانت محتاج ترد بسرعة، لأنك مش بتبقى قادر إن انت تستوعب أو تدرس الموقف زي ما بتكون لوحدك. بعد ما الموقف يخلص بتقعد تدرسه وبتتخيل ردود تانية كتير. طب تفتكر ليه كمان وانت قاعد في الشغل في المكتب بتاعك ما بين 4 حيطان بتحس ان انت افكارك محدودة في الشغل ومش قادر تقنع الشخص اللي قدامك بافكار انت بتعملها؟ لكن لو انت بتشتغل في مكان تاني وقاعد مسترخي، اذا كان في النادي او في مصيف او في اي مكان تاني بتشتغل فيه، هتحس ان انت قادر تجيب افكار وقادر تتخيل، وخيالك بيكون واسع جدا وبتشتغل بشكل احسن بكتير